في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. يترقب الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال حسم موقف البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق من المشاركة في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري. اللقاء المقرر له غدا السبت في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. حتى اللحظة لم يتم حسم موقف البرازيلي، وكان بيزيرا قد تعرض لإصابة على مستوى الحوض خلال مباراة سموحة في الدوري، وهو مضطر لمغادرة اللقاء رغم مشاركته كبديل في الشوط الثاني، الأمر الذي أثار الشكوك حول جاهزيته للنهائي. ويعمل الجهاز الفني والطبي داخل الزمالك على تجهيز اللاعب خلال الساعات الأخيرة على أمل لحاقه بالمباراة، سواء بالمشاركة أساسي أو التواجد على مقاعد البدلاء للاستعانة به. وفي السياق ذاته تراجعت فرص لحاق عمر جابر ظهير أيمن الفريق كما أخبرناكم من قبل بمباراة اتحاد العاصمة بسبب استمرار معاناته من إصابة في العضلة الضمة. ويخضع عمر جابر لبرنامج تأهيلي خاص داخل معسكر الفريق في الجزائر بعد غيابه عن مباريات الأهلي وسموحة، فيما يسعى الجهاز الطبي لتجهيزه في أقرب وقت ممكن رغم صعوبة لحاقه بالنهائي. ويختتم الفريق استعداداته للمباراة بخوض المران الرئيسي في 10 مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 يوليو.